السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في قناة ضحى وإلياس. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم واحد لي كاب كيك كيجيو زوينين خفاف اقتصاديين واحد الكمية اللي هي كبيرة، كمية مهمة صراحة. يعني مقادير بساط وفي نفس الوقت كيعطيوك واحد الكونتيتي كثيره. يعني ممكن ديريهم ضياف دراري هكا الوليدات الكوتي، او ممكن ديريهم لهم الوقيتات ديال المدرسه الفطور، ديريهم صباح العيد بمناسبه اقتراب العيد الاضحى ان شاء الله باذن الله. الله يوصلنا ليه يا ربي ويتقبل منا الله سبحانه وتعالى الهديه. المهم ان المقادير اللي غنحتاجو هما كالتالي: كنحتاجو 3 البيضات متوسط الحجم. لا كانوا كبار من الاحسن نديروا 2، ولكن لا كانوا موين نديروا 3، ولا كانوا صغيورين بطبيعه الحال غنديروا 4. كنديروا كاس ديال السكر سنيده، كنديروا نص كاس ديال السكر الاسمر. هاد المقادير اللي غنعطيكم انا كونتيتي كثيره خرجت ليا، ممكن انكم تقسموا الخليط على حساب المقادير اللي بغيتو نتوما. كنديروا كاس ونص كاس سكر ابيض، نص كاس سكر اسمر حسب الذوق، كنطربوهم مزيان حتى كنحصلوا على واحد الكريمه. وكنديروا كاس لاروب ديال الزيت النباتيه، فقط كاس لاروب زيت نباتيه. واحد المكون اللي غندخلوه هنا غيجيكم غريب شيئا ما، ولكن راه كتجي الخليط هشيش وخفيف بزاف. كنديروا معلقه كبيره ديال الخل عامره، وكنديروا من بعد كنخلطوا مزيان كما تشوفوا. استخدموا مهم ملي تبغيو تطلعوا الكريمه باش تحصلوا على كريمه بحال هكا ثقيله، خدموا بالطراب الكهربائي وعاد خدموا بالطراب اليدوي. من بعد كنديروا كاس حليب وكاس ماء. حنا راه نديروا 2 كيسان ماء وكاس حليب. الماء غنزيدوه من بعد كما كتشوفوا تنخلطوا، غنزيدوا كاس ثاني ديال الماء. بصراحه كتجي زوينه هاد الكاب كيك، كيجيو زوينين، او لي مادلين سميوهم كيف ما بغيتو تسميوهم. المهم او كيكات صغيورين بقوالب فرديه كيجيو زوينين. كما كتشوفوا كنزيدوا كاس ثاني ديال الماء. وانا غنعطيكم بعجاله المقادير باش وغنكتبهم لكم ونخليهم لكم مكتوبين في صندوق الوصف اللي بغاهم. هنا كندير كاس لاروب ديال التشيشه او الزرع اللي عندك، ممكن ديري تشيشه او زرع، الخله اللي كنقرصوا بها الرقيقه. وغنديروا تقريبا 3 المعالق كبار ديال الكاكاو المر، والكيسان غنهتز لينا 5 الكيسان ونص ديال الدقيق المنخول، الدقيق المغربل. وغنحتاجوا 3 ديال الخمارات، وغنحتاجوا الشوكولا كوكيز او الشوكولا فيس، او المهم اي نوعيه ديال الشوكولات. الله يجعلك ما عندكش خدي غير الشوكولات المربع وقطعيه طريفات هكاك وزوقي به في لي مادلين الصغار. وكنبقى نخلط حتى كنحصل على واحد الكريمه اللي كتجيني زوينه وكتجيني خفيفه شيئا ما، لان انا نحتفظ بها وغدا نخليها حتى تشرب لي واحد نص ساعه. عاد غنديرهم في القوالب. انا كنبقى نزيد الدقيق حتى درت 5 الكيسان ونص ديال الدقيق. كما قلنا المقادير كالتالي: كاس لاروب ديال الزيت، 3 ديال البيضات، كاس سكر ابيض، نصف كاس سكر اسمر، 2 كيسان ديال الماء، كاس ديال الحليب، 5 الكيسان ديال الدقيق ونص، كاس ديال الزرع او التشيشه. تنحتاجوا 3 المعالق كاكاو كبار عامرين، وكنحتاجوا 3 الخمارات. صافي هذا هو المقادير. كنبقاو نخلطوا بحال هكا وحنا كنزيدوا الدقيق وحنا كنطربوا حتى كنحصلوا على خليط متجانس، ما تيكونش ثقيل وما كيكونش خفيف باش ما كيهبطناش. يعني من اسرار ديال لي مادلين او الكاب كيك هما ان العجين ما كيخسرش تكون خفيفه، لانها الا كانت خفيفه كتجي نازله، وما خصهاش تكون ثقيله باش ما تجيش مدقصه، لان الا جات ثقيله غتجيك مدقصه من الوسط وما غيجيوكش زوينين. وحنا بغينا نحصلوا على واحد القوام اللي كيكون فيه الهواء من الداخل. هذا هو علاش كنحصلوا حنا. صافي من بعد غناخذ القوالب ديالي اللي غندير فيهم
الكواغط او ديال لي كاب كيك او ديال المادلين. وهما فاش غنحط من بعد ما غنسالي دابا غادي نغطيها بالبلاستيك غذائي وغنخليها جانبا واحد نصف ساعه حتى ترتاح من هاد الطراب اللي انا طربته، باش تعطينا واحد القوام اللي هو زوين. بقاو معايا حتى نسالي حتى الاخر. كما كتشوفوا كما قلت لكم كناخذوا القوالب ديال الكاب كيك او لي مادلين. من الاحسن صراحه كيكون عندكم هاد القوالب ما كتضمني انه لي مادلين ديالك ما كيسيحوش لك بالكواغط، هادو كيبقاو خلاو القوام شاد والبابي كيبقى واقف يعني واخد داك الحجم ديالو. صافي كنستفهم انا كاملين كنستفهم. كنبدا بالعمليه ديالي ديال انني كناخذ طاوات وكنبدا نعمرهم بالخليط ديالي. كنبدا نعمر انا القوالب ديالي بحال هكا حتى كنسالي. كنستعين بهذا الكاس، هو عملي صراحه. ما كيخليش لك يعني كيعطيك كتخوينيشان وسط من البابي. صافي من بعد كندخلهم من الفران اللي كنكون سخنتهم من قبل. الا كان فران ديال الضو 180 درجه ولا كان فران ديال الغاز كنكون سخنته قبل ب15 دقيقه. وكندخلهم كنزينهم كندير من الفوق هذا قولوا لي شوكولا ديال الكوكيز او شوكولا فيس او شوكولا هرم، وكندخلهم من الفران حتى كيطيبوا ونتلاقاو ان شاء الله باذن الله. هنوريكم غير الصور.